ولكن تسأل نفسك كيف سألقى الله؟ ألقاه بالذنوب المتراكمة الكثيرة التي لم أتب منها، أم ألقاه بعصياني له حتى عندما ألاقي ربي فأستحي من ملاقاتي له، أم ألاقيه بكثير من الذنوب والمعاصي التي لم أستغفر منها، أم ألاقيه بنقصان من العمل الذي لم أستكثره وأكثره لنفسي حتى يكون حصنا وتحصينا لي، وحتى يكون لي صراط أرج به المولى سبحانه وتعالى. فهنا أستوقفك وأقول ما قيل في الحديث القدسي، يقول ربك: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وماذا تظنكم بربكم؟ كما قال المولى سبحانه وتعالى: وما ظنكم بربكم؟ سبحان الله، هذه الآية كلما استوقفتني قشعر بدني لها. وما ظنكم برب العالمين؟ وما ظنكم برب العالمين؟ وهنا اسألوا أنفسكم لحظة دقيقة، استوقفوا أنفسكم هذا السؤال، وليقل كل منكم في قرارات نفسه: وما ظنكم برب العالمين؟ ما فاعل بي الله غدا؟ ما سيفعل بي ربي غدا؟ هل هو معذب لي؟ هل هو ماقت غاضب علي؟ هل هو راض عني فيدخلني جنته أم يدخلني رضوانه؟ إنك عندما تستشعر هذا الشعور فادرك أيها الإنسان قبل أن تجيب نفسك، اعلم إن ربك أرحم بك من والديك، وأرحم بك من أي مخلوق في هذا الكون. واعلم أن رحمته وسعت كل شيء في هذا الوجود، ونحن نتقلب في رحمة من رحمات الله، وادخل لنا ليوم القيامة 99 من الرحمات. فما بالكم إذا كنا في الحياة الدنيا هاته نعيش كلنا ونتقلب في رحمة واحدة من رحمات الله، فما بالكم بما بقي لنا من الرحمات؟ فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهو عفو رؤوف غفور رحيم.